طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. الفيديو التاني اللي هنتكلم فيه عن الاوثنتيكيشن اللي هنعمله بالسوبر بيز. ومبدئيا انا ما عملتش اي حاجه اللهم الا ان انا عملت ران للبروجكت. وفي حاجه لازم انوه عليها قبل ما نبدا في اي حاجه. احنا الفيديو اللي فات ما ضفناش الباكج بتاعه السوبر بيز. الباكج بتاعه السوبر بيز دي مهمه زي اللي اتعامل مع الفاير بيز قبل كده، زي ما بنضيف الفاير بيز كور وبعد كده بنضيف مثلا الفاير بيز اوثنتيكيشن. نفس الكلام هنا برضو بالنسبه للسوبر بيز. فانت اساسي تعمل او تضيف تو باكجز اللي هي السوبر بيز العاديه وتضيف السوبر بيز فلاتر. تمام. بعد كده هتعمل رن للبروجكت بتاعك، هيشتغل معاك زي ما اشتغل معايا ومفيش فيه اي مشكله. طيب، مبدئيا احنا النهارده هنتكلم على الدوكيومنتيشن، هنتكلم عن الاوثنتيكيشن. فقبل ما نبدا في اي حاجه، مرجعك الرئيسي والاساسي هو الدوكيومنتيشن. سيبك من الفيديو بتاعي ده، مش هيفيدك دلوقتي او ممكن يفيدك دلوقتي بس كمان سنه ممكن الكلام ده كله يتغير عادي جدا. فاول حاجه تبدا تعملها ان انت تيجي على الدوكيومنتيشن. طيب، انا جبت الدوكيومنتيشن دي منين؟ ده الاورجانيزيشن او البروجكت اللي احنا كريتناه امبارح في السوبر بيز. لو جيت بصيت على الشمال كده هتلاقي حاجه اسمها اي بي اي دوكس. تقدر تدوس على الاي بي اي دوكس، هيدخلك على الدوكيومنتيشنز بتاعه السوبر بيز. تقدر بقى ان انت تشوف الاوثنتيكيشن من هنا، تقدر ان انت تشوف اليوزر مانجمنت من هنا، تقدر تشوف اي حاجه انت عايزها من هنا. تمام. فاللي احنا محتاجين اليوزر مانجمنت عشان نعرف احنا ازاي بنكريت يوزر، ازاي بنعمل ساين اب، ازاي بنعمل لوجن. طبعا الكلام ده بالايميل. طبعا عندهم حاجه تاني، ممكن تعمل ساين ان بالاو تي بي، ان انت تدخل ايميل ويبعت لك او تي بي على الايميل وتبدا ان انت تدخل الاو تي بي. بعد كده ممكن تعمل ساين اب بالفون والباسورد. بعد كده ممكن تعمل ساين ان بالاو تي بي بتاع الموبايل. وكل ده متاح وكل ده جميل وموجود. اللي احنا هنتكلم عليه النهارده مثال بسيط عن الساين اب والساين ان، ازاي نتعامل مع السوبر بيز او ازاي نستخدم الباكج بتاعه السوبر بيز. فالراجل مشكورا حاطط لك في الدوكيومنتيشنز، قال لك والله هي دي الفانكشن بتاعتي اللي بتعمل لي ساين اب. باخد منك الايميل والباسورد، ببدا ان انا كريت لك يوزر بتاعك. تمام. نفس الكلام بالنسبه للساين ان ويز باسورد، دي هي دي اللوجن بتاعتنا. هو بياخد منك الايميل والباسورد وبيبدا ان هو يقول لك ده يوزر عندي او ده مش يوزر عندي. تمام. فخلاص احنا فهمنا الدوكيومنتيشن. محتاجين بقى نبدا نظبط البروجكت كده كده سريعا. انا مش هتكلم النهارده عن التقسيمه بقى والشغل والكيوبت والكلام ده كله، احنا اتكلمنا عنه في البلاي ليست القديمه او اللي فاتت بتاعه النيوز اب. لو ما شفتهاش روح اتفرج عليها. النهارده بنهدف ان احنا نتكلم اكتر عن السوبر بيز وازاي نتعامل معاها. وعلى فكره انا اول مره اتعامل مع السوبر بيز زيك، فدي مش حاجة جديدة، احنا داخلين نتعلم سوا. طيب، انا دلوقتي بنضف المين سكرين بتاعتي او المين فانكشن بتاعتي. انا مش محتاج الهوم بيج، محتاج ان انا ابدا اكريت الساين اب سكرين بتاعتي. ساين اب سكرين دوت دارت، وخليها ستيتلس ويدجت او خليها ستيتفول ويدجت. دلوقتي ممكن تبقى ساين اب، ونيجي نعمل ساين اب سكرين هنا. هتلاقي ان السكرين اتغيرت بس هي محطوطة بليس هولدر. ممكن نيجي نعمل ده سكافولد عادي جدا، مفيش فيه اي مشكلة. هتلاقي ان السكرين ابيضت. تمام. محتاجين ان احنا سريعا جدا جدا نبدأ نظبط بس اليو اي بتاعنا. ممكن نخلي دي سوبا بيز ساين اب، ومش محتاجين السنتر. سريعا محتاجين كولم، محتاجين 2 تكست فيلد، واحد للايميل وواحد للباسورد. فانا جوه الكولم عندي تشيلدرن، جوه التشيلدرن انا عندي تكست فيلد عادي جدا مش هعمل فيه اي حاجه. تكست فيلد عادي جدا ما فيهوش غير الكنترولر وما فيهوش غير الهنت تكست. هبدا ان انا اديله ديكوريشن. بتاخد انبوت ديكوريشن، بتاخد مني الهنت تكست اللي هي الايميل. نفس الكلام بالنسبه للباسورد هكرره هو بالظبط، وهبدا ان انا اسميه الهنت بتاعه هيبقى باسورد. تمام. بعد كده محتاجين ان انا ابدا اجيب التكست اديتنج كنترولرز بتاعتي. انا محتاج كريت الايميل كنترولر، وبرده نفس الكلام بالنسبه للباسورد. هنسميه الباسورد كنترولر، وهنا هنباصي الايميل
كنترولر، وهنا هنباصي الباسورد كنترولر. هتلاقي ان ده الديزاين اللي بدأ معانا. ممكن بقى نبدأ ندي بادنج سريعا كده للكولم بتاعنا، نديله بادنج 16. طيب انا حاسس ان الدنيا ملزقه في بعض، فممكن ادي سبيسنج للكولم. بدل ما تقعد تعمل سايز بوكس، في اتريبيوت اسمه سبيسنج اتضاف في الكولم والرو، تقدر ان انت تستخدمه، هيضيف لك اوتوماتيك المساحه. لو هو كولم هيضيف لك ما بينهم، لو هو رو هيضيف لك ما بينهم بالطول، ولو هو رو هيضيف لك ما بينهم مسافه بالعرض. طيب عملنا 2 تكست فيلدز. انا محتاج ان انا اعمل elevated بوتون، والاليفيتد بوتون انا اخليه دلوقتي ما يعملش اي حاجه، انا مش عايز منه اي حاجه خالص. تمام. وبعد الاليفيتد بوتون انا ممكن اعمل تكست، وهفهمك دلوقتي التكست دي بتاعت ايه. التكست دي هديها حاجه اسمها result text. تمام. ومحتاجين هنا الكوما عشان تظبط معانا. طيب هي الريزلت تكست، انا محتاج ان انا اعرف اليوزر. هبدا ان انا اعمل ساين اب، فانا هبدا اعمل لودنج، وبعد ما اعمل لودنج في ريزلت عندي، في نتيجه عندي، عايز اقول لليوزر ان انا ساين اب سكسسفول. مثلا انا بعت لك ايميل او بليز فيريفاي الايميل، فانا ممكن تطلع له توست بقى، تطلع له دايلوج، تطلع له بوب اب، ايا كان انت بتحب ايه، مش هتفرق، انا بس عشان نشرح لك الموضوع. بعد كده هنبدا بقى نكريت الفاريبل اللي هو string result. السترنج ده يعني الريزلت تكست ده عباره عن string فاضي. هنبدا جوه الفانكشن او جوه اللوجيك بتاعنا، هنبدا ان احنا نعمل initialize للتكست ده. وبرده عندي حاجه اسمها boolean is loading، ده هيبقى false مبدئيا. هيبدا is loading ده هبدا ان انا بتشيك على اساسه، ده boolean بتشيك على اساسه انا هظهر loading indicator ولا لا. تمام. كده خلاص، يعني ده اليو اي بالنسبه لي معقول. محتاجين بقى نبدا في اللوجيك، محتاجين نفهم ازاي نبدا نكلم السوبر بيز بتاعتنا. تمام. فمبدئيا الفانكشن بتاعتي هتبقى void اسمها sign up، والفانكشن دي هتبقى فاضيه وهتبقى async عشان نبدا ان احنا نعمل await. تمام. طيب مبدئيا اول ما دخلنا او اول ما نفذنا الفانكشن بتاعت الساين اب، انا محتاج اعرف اليوزر ان انا خلاص بدات اتعامل، فانا عايز ابين لك اللودنج انديكيتور. فانا ابدا ان انا اعمل set state. وطبعا انا مش جاي اتكلم عن السيت ستيت، خلاص احنا يعني هرسنا الموضوع ده كتير. طيب جوه الست ستيت، يعني اول ما دخلت في الساين اب بقول لليوزر ان انا بدات اعمل لودنج. تمام. طبعا لسه ما عنديش ريزلت، هي اسمها ريزلت تكست، انا لسه ما عنديش ريزلت عشان ابدا ان انا اعدل التكست، فانا اسيبها فاضيه زي ما هي يعني لحد دلوقتي. بعد كده هنبدا نعمل بقى تراي وكاتش. عود دايما طول ما انت بتتعامل مع اي بي ايز او بتتعامل مع حاجه بتجيب الداتا من بره، محتاجه يعني في احتماليه للخطا، لازم تتعود تعمل تراي وكاتش. تمام. جوه التراي بقى هنبدا ان احنا نعمل فاينل ريسبونس يساوي await. هنأويت بقى على ايه؟ ممكن بقى نيجي نعمل انستنس، ممكن نعمل فاينل تو بقى بيز يساوي، هو هيكمل مكملش، تو بقى بيز دوت انستنس دوت كلاينت. طيب انا عملت ايه دلوقتي؟ انا خدت انستنس من الكلاينت بتاع السوبر بيز وحطيته في فاريبل اسمه سوبر بيز. تمام. السوبر بيز ده ابدا ان انا اتكلم مع السوبر بيز، وهقول له دوت اوس دوت ساين اب. طيب الساين اب بياخد مني ايه؟ بياخد مني باسورد وبياخد مني ايميل. تمام. طيب الباسورد اللي هو ايه؟ انا عندي 2 كنترولرز، الباسورد اللي هو الباسورد كنترولر دوت تكست، والايميل هو الايميل كنترولر دوت تكست. تمام. طيب احنا دلوقتي عملنا ايه؟ ما عملتش اي حاجه، انا خدت الكنترولرز دول اللي انا رابطهم بالتكست فيلدز بتاعتي. يعني اول ما اليوزر يدخل الايميل بتاعه والباسورد بتاعه وينفذ الفانكشن بتاعه الساين اب، هبدا ان انا اسحب التكست اللي موجود في الكنترولرز الاثنين وابصيهم للفانكشن بتاعتي بتاعه الساين اب. تمام. طيب بناء على الساين اب ابدا ان انا اعمل هنا set state افتراضا ان هو نجح مثلا. فخلاص انا بمجرد ما بقى عندي ريزلت، طب انا عرفت منين ان انا عندي ريزلت؟ لان انا عامل اويت. يعني انا مش هخش على اللاين اللي بعديه غير لما انفذ
الفانكشن دي. تمام، هو طالما مديني ايميل صح وباسورد صح، خلاص انا بالنسبه لي هنا هو سكسس. فانا ممكن اخلي ده نقول له مثلا sign up success please verify your email مثلا. تمام، انا اول ما جالي ريسبونس هبدا ان انا اوقف بقى اللودنج، هيبقى فولس، واقول له sign up success please verify الايميل. يعني احنا بعتنا لك ايميل اعمل لي فيريفاي وتعالى اعمل لوجن بعد كده. بعد كده برضو لو في الكيس التانية لو تراي عملت فيل فانا دخلت في الكاتش، هبدا ان انا برضو اوقف اللودنج واقول له ان انا والله عندي مشكله معينه. تمام. طيب انا شايف ان احنا كده تمام، ومحتاجين ان احنا بقى نبدا نظبط الحاجات بتاعتنا في اليو اي. طيب احنا هنا في الاليفيتد بوتون ما عملناش اي فانكشن، ممكن نشيل بقى الكلام ده كله ونعمل ساين اب على طول كده. انت اول ما بيدوس على البوتن ده هبدا ان انا كول الفانكشن بتاعه الساين اب بتاعتي، وابدا ان انا انفذ اللوجيك اللي احنا عملناه. تمام. طيب حاجه تانية، الاليفيتد بوتن ده انا محتاج ان انا اتشيك لو هو لودنج اعرض لي سيركولار بروجرس انديكيتور، لو مش لودنج اعرض لي الاليفيتد بوتن. تمام. طيب خلينا نجرب على طول. طيب انا دلوقتي لو جيت دخلت في الداشبورد بتاعتنا اللي هي بتاعه الاوثنتيكيشن، لسه فاضيه ما عنديش اي حاجه. ممكن ان انت تضيف يوزر بايديك من هنا، بس احنا طبعا مش هنعمل الكلام ده. طيب لو جينا جربنا دخلنا الاكونت بتاعي والباسورد، اختار انت اي باسورد طبعا. ممكن تبقى تخفي بقى يعني الكلام ده obscure، انا نسيت والله obscure text عشان نخفي الباسورد. اول ما بدات ادوس على البوتن بتاعي شفت ان هو بدأ عمل لودنج عشان التشيكايه اللي احنا عملناها. والله لو هو لودنج اعرض لي السيركولار بروجرس انديكيتور، ولو هو مش لودنج خلاص جاب ريزلت اعرض لي البوتن بتاعي عادي جدا. تمام. طيب وبعد ما بقى عندي ريزلت تكست، بدأت ان انا عرضت التكست موجود هنا، قلت له والله ان الساين اب سكسس بليز فيريفاي يور ايميل. طيب لو جينا بصينا على الداشبورد بتاعتنا، لو عملنا ريفريش هتلاقي ان هو كريت يوزر بالفعل بالجيميل بتاعي، بس هو لسه ما عملش فيريفيكيشن. تمام، هو موجود waiting for verification. فانا لو جيت دخلت عندي على الجيميل، لو جينا من هنا عملنا confirm your email، طبعا ده لوكال هوست، سيبك بقى من الكلام ده. يعني ايه، احنا خلاص احنا كده خلاص عملنا الايميل بتاعنا وظبطنا الدنيا. لو جيت بصيت هتلاقي ان هو عمل فيريفيكيشن فعلا للايميل، يعني خلاص اللي هي كانت waiting for verification خلاص اتشالت. دلوقتي انا بقيت يوزر موجود في الابليكيشن بتاعي. طيب انا خلاص كده خلصنا الساين اب، عايزين بقى اللوجن. سريعا جدا جدا، مش هنبني حاجه من الاول، انا هاخد الكود هو زي ما هو. لو عملنا لوجن سكرين دوت دارك وهنحط الساين اب زي ما هي، هنيجي نعمل كنترول و اتش، هنعمل لوجن سكرين، بدلت الساين اب كله باللوجن سكرين، والفانكشن بتاعتي دي هيبقى اسمها لوجن. تمام، واللوجن دي ما ننساش ان احنا نبطيها هنا في الفانكشن بتاعتنا، وهنسمي ده لوجن مش ساين اب. طيب وانا في اللوجن انا مش عايز ريزلت تكست، خلاص مش محتاجينه. عايز تخليه خليه براحتك مش تفرق، شيل ده وشيل ده. طيب احنا دلوقتي هنعمل ايه، هنعدل الفانكشن بتاعتنا، بدل ما احنا بنعمل ساين اب هنعمل ساين ان with password. تمام، نتأكد ان هي الفانكشن بتاعتنا. لو جينا بصينا على الدوكس في اليوزر مانجمنت هتلاقي sign in with password، بياخد منك الايميل وبياخد منك الباسورد، هي دي الفانكشن بتاعتنا. تمام.
تمام. طيب انا ممكن ببساطه نيجي في الساين اب سكرين نعمل فانكشن او نعمل بوتون هنا، مش عارف انا ملخبط ليه. لو جيت عملت elevated button والفانكشن بتاعته هتبقى navigator دوت push الراوت ماتيريال بيج راوت اللوجن سكرين، نعمل امبورت للوجن سكرين بتاعتنا تكست لوجن ناو. يبقى انا عملت ايه؟ المفروض ان انا دلوقتي انا عملت ساين اب سكسس بليز فيريفاي يور ايميل. المفروض ان هو بيعمل فيريفاي للايميل وبعد كده بيخش يعمل اللوجن. تمام. فاحنا بنحكي الموضوع ده كله ان احنا عملنا بوتون تحت هنا ودخلك على اللوجن سكرين. طبعا اللوجن سكرين احنا ما عدلناش الابر، نعدل ده نخليه لوجن سوبر بيز لوجن. احنا كده في اللوجن سكرين بتاعتنا. تمام. طيب انا دلوقتي عايز ان انا اخد اكشن معين بناء عن ان انا رحت فين يا جدعان؟ ثواني. اوكي خلينا بس اظبط الكاميرا مظبوطه 100 100. طيب انا دلوقتي عايز اخد اكشن. انا دلوقتي الراجل دخل عمل كاريت اكونت ودخل يعمل لوجين. طيب لو هو دخل اكونت صح هبدا ان انا ادخله على الهوم سكرين. لو الاكونت غلط هبدا ان انا اعرض له ايرور مثلا او ان في مشكله معينه. طيب احنا على فكره شلنا، خليني ارجع بس التكست عشان برضو انا عايز اعرض له لو هو الكريدنشالز غلط مثلا، فانا هبدا ان انا اعرض له ان انت عندك مشكله معينه في الكريدنشالز. فهنخلي دي سوبر بيز لوجن، وطبعا دي هتبقى ساين ان ويز باسورد. تمام. طيب تشيك بقى على الريسبونس بتاعتها ازاي؟ هنا انت عندك ريسبونس ده من نوع ايه؟ انا مش عارف. طيب بص على الفانكشن بتاعتك. الفانكشن بتاعتك ساين ان ويز باسورد بترجع لك حاجه اسمها اوس ريسبونس. تمام. الاوس ريسبونس ده لو جينا نبص على الفانكشنز بتاعته، والله لو الريسبونس ده اللي هو من نوع post response دوت session، خلينا ناخدها نتشيك عليها. تمام. if الريسبونس دوت session مش بنال. طيب السيشن ده اللي هو ايه؟ خلاص يعني انا اول ما عملت ساين ان انا بقى عندي حاجه اسمها السيشن دي كانك بتقول له ان انا لوجد ان، يعني حاجه زي كانها بوليان مثلا او حاجه زي كده. بتعرفهم ان انت طالما مفتوح لك سيشن يبقى انت عملت لوجن وان انت يوزر معانا. تمام. لو ما عندكش السيشن انت خلاص انت عندك مشكله معينه. فلو هي السيشن مش بنال هبدا ان انا اعمل نافيجيتور دوت بوش وهنبدا ان احنا نديله ماتريال. مش هنروح بقى على اللوجن، هنروح على الهوم سكرين. طبعا احنا ما عملناش الهوم سكرين، ممكن نيجي هنا نعمل هوم سكرين عادي جدا، وهتبقى ستيتلس ويدجت اسمها الهوم سكرين، ودي هتبقى عبارة عن سكافولد. سكافولد هنديله ابار، نديله بس الهوم عشان نعرف ان احنا واقفين في الهوم سكرين بتاعتنا. تمام. وهنيجي هنا نعمل امبورت للهوم سكرين بتاعتنا. تمام. طيب بس كده ده كل اللي احنا محتاجين ناخده كاكشن عشان نعرف اليوزر. طبعا احنا مش هنشيل دي بقى، يعني مش هنعمل سين اب، هنعمل لوجن سكسس، مش هنعمل فيريفاي بقى خلاص. تمام. طيب عايزين نجرب بقى اللوجن. طيب احنا اتفقنا، يعني انا اول ما جيت دخلت عملت اللوجن هبدا ان انا اعمل لودنج بسيط وهبدا ان انا انفذ الفانكشن بتاعتي. الفانكشن بتاعتي بتعمل ساين ان ويز الباسورد، فبتاخد مني الباسورد وبتاخد مني الايميل اللي هم اصلا كنترولرز معايا معرفهم يعني بناء على الريسبونس اللي جاي لي. لو السيشن مش بنال، السيشن مش بنال يعني انت يوزر معايا وان انت تفتح لك سيشن. لو انت ما تفتحلكش سيشن يبقى انت مش يوزر اصلا. لو عملنا else وفتحنا الباكيتس نعمل مثلا رونج مسج، نكتب رونج ايميل اور باسورد. مش عارف، حاسس ان عندي لدغ في الكلام مش عارف اتكلم.
فلو جينا دلوقتي نجرب اللوجن بتاعنا مهاب جمال x2 gmail.com 1 2 3 4 5 5 مثلا. طيب انا عايز اكتب باسورد غلط، عايز اشوف هو هيبدا يتشيك ان انا يوزر ولا لا. طب دلوقتي المفروض ان انا ما اخشش، فلو جيت عملت لوجن هيبدا يحمل وقال لك invalid login credentials. دي اللي جايه لي منين؟ جايه لي من الكاتش، تمام؟ يعني ده السترنج اللي هو الاي دوت سترنج، ده اللي جاي لي من الاي بي اي او جاي لي من السوبر بيز، مش من عندنا، تمام؟ فلو جيت بقى خلاص دلوقتي هو قفش ان انا عندي مشكله، ممكن برضو اعدل المسج دي، ممكن نخليها wrong credentials. لو جيت عملت لوجن تاني المفروض ان انا اشوف wrong credentials زي ما احنا قلنا ان ده بتاع الكاتش، تمام؟ طيب لو شلت الخمسة دي ودخلت 6 المفروض ان ده credentials مظبوطة، المفروض لما بعمل لوجن هيدخلني على الهوم سكرين. فاول ما جيت عملت لوجن خلاص نفذ الفانكشن، شاف ان انا عندي سيشن مفتوح دلوقتي، خلاص انت يوزر معانا، شكرا، اتفضل اعمل نافيجيت على الهوم سكرين. وبس كده، ده فيديو النهارده اتكلمنا فيه عن الساين اب واتكلمنا فيه عن اللوجن. طبعا في اكتر من طريقه تانية غير الايميل، في عندك الفون، في عندك الاو تي بي سواء على الايميل او الفون، عندك جوجل، عندك فيسبوك، عندك كل الكلام ده. عايز تستكشف خش اتفرج وعيش يا برنس، والسلام عليكم.